بما ان العيد قرب قلت لازم اعمل اكسسوارات بناتي كيوت تناسب لبس العيد، والنتيجة بجد طلعت احلى ما توقعت. اول حاجة هنعملها هي سلاسل. طبعا كل حاجة استخدمتها في الفيديو ده هي عند محلات الخرز او في محلات الخرز، كل حاجة اكتبها لكم في الكومنت انا استخدمت ايه. اول حاجة ابتديت اعمل السلسلة الكيوت دي، فجبت اللي هو بيبقى ده بتاع السلاسل عادي جدا بيتباع في المحل، فجبته وقسمته نصين وابتديت اعمله بالشكل ده، وحطيت حلقتين وحطيت الفراشة فيهم. يعني الحلقة الاولى فتحتها بالشكل ده بالمقص وحطيتها في الفراشة، وبعد كده حطيتها في السلسلة. تمام، وبرضه عملت كده في الجزء التاني وحطيت في الطرف حلقة وقفل، وخلاص كده بتكون خلصت. كمان عملت السلسلة الكيوت دي حطيت لها الميدالية بتاعة برج ايفل دي، بس بتكون شكلها حلو اوي. دلوقتي هنعمل الانسيالات. ما تقلقوش كل حاجة استخدمتها اكتبها لكم في الكومنت عشان انتوا حابين تشتروها. تمام، بعد كده حطيت لها القفل في الحلقة وبربطه بالشكل ده بالمقص او بقفالة لو عندكم. وبعد كده بجيب الشكل اي شكل بقى انتوا حابينه وتحطوه في الحلقة وتحطوه في السلسلة. طبعا مش ببقى عارفة اشرح لكم قوي، بس بتبقى الفيديو باين لكم بالطريقة بكل حاجة، فانا بصوتي مش بعرف اشرح لكم قوي. تمام، فده كده بيكون شكلها النهائي. ودي انا ما اشتريتهاش، دي كانت بتاعتي معايا يعني بتاعة تيشرت، فبصراحة عجبني شكلها فانا قلت اعمل بيها اسورة او انسيال عادي جدا. المانع فابتديت احدد كده مقاس ايدي. هي بتبقى عبارة عن حلقات كده، ففكيت واحدة تمام بالشكل ده كده، وشلت طبعا الزوايد زي ما بقول لكم انا مش بعرف اشرح لكم قوي، ففي الفيديو عندكم بيبين كل حاجة. وشلت الجزء الزيادة وبقى ده شكلها حلو قوي بجد. هنعمل بقى اسورة بجد من احلى الاساور وسهلة جدا. وطبعا انا استخدمت الخيط السنارة او الاستك مقاس 6، هو احسن المقاسات اللي ممكن تشتغلوا بيها في الخرز. فحطيت الشكل الجميل ده، ايه شكل بقى عندكم، وابتديت ان انا احط الخرز. ده اسمه خرز تفسير، انا حطيته على مقاس ايدي. تمام، انا بس هي سهلة جدا، بس انا حبيت اوريها لكم عشان انا عملتها برضو فقلت اعملها معاكم. وبس وبربطها وبتكون كده خلصت بجد سهلة جدا جدا. بنفس الاستك هنعمل برضو اسورة جميلة جدا، هي تعتبر انسيال. اول حاجة حطيت 6 خرزات من الخرز التفسير الابيض، وبعد كده هنعمل وردة. فهحط انا هعمل وردة باللون الاصفر، فهحط 4 من اللون الاصفر، وفي النص الوردة هخليه اللون الاسود. بعد كده بجيب الطرف ده وبحطه في الخرزة، اول خرزة من اللون الاصفر. بعد كده بجيب خرزتين تانيين وبدخلهم في الشكل ده من فوق الخرزة اللي لونها اسود، وبس كده بتبقى اسهل وردة بجد. وكملت بقى عملت برضو وردة معاكم تاني. وبعد كده 6 تانيين من الخرز التفسير الابيض، وهكذا بقى تعملوا الأنسيلة والأسورة كلها بالشكل ده. طبعا بتفضلوا تعملوا لحد مقاس ايديكم. وهنا انا خلصتها على مقاس ايدي. تمام، في الخطوة دي اختيارية عادي يعني، ان انا حطيت خرزتين اسود في الاخر، ممكن ما تعملوش الخطوة دي. تمام، بس انا حبيت ان انا اعملها. بعد كده بنجيب ده اسمه ستوبر، وده غطا الستوبر. بحط اول حاجة غطا الستوبر بالشكل ده وبيكون فيه فتحة، وبعد كده بنزل فيه الستوبر. تمام، وبعد كده بقفل وبدوس عليها جامد جدا، فبس كده بتكون خلصت ومستحيل بجد تتفتح. ماشي، بعد كده بقطع الاستك فبتبقى بالشكل ده. عمل برضو في الناحية التانية. بعد كده بنجيب حلقات، كتروا بقى في الحلقات بكده بتديها شكل حلو قوي. فحطيت في الغطا الستوبر
الحلقات دي علشان تديها شكل كده حلو زي ما انتوا شايفين. وبعد كده حلقة تانية بحط فيها القفل وبحطها في الغطا بتاع الستوبر، تمام، علشان القفل طبعا اللي بنقفل ونفتح بيه، فهو جميل قوي. طبعا بتلاقوا اشكال كتيرة من القفل، مش لازم ده لو انتوا مش بتحبوا شكله. بس كده بتكون خلصت، اسهل اسورة بجد ممكن تعملوها. تمام، عملت لها بقى ختم يعني عشان يكونوا طقم كده حلو، فحطيت 6 من الخرز الابيض وعملت نفس طريقة الوردة. تمام، هو المقاس ده كان على قد ايدي بالظبط، صابع يعني، فانت ممكن تكتروا من الخرز الابيض، تحطوا مثلا 8، 8 قبل الوردة، يعني 8 من ناحيتين زي ما انتم شايفين كده. وبرضو حطيت خرزتين اسود عشان يبقى نفس شكل الاسورة، وبربطها وخلاص كده بتكون خلصت. وهنعمل برضو دلوقتي ختم حلو قوي. بنجيب القلوب دي زي ما انتوا شايفين، بعد كده بحط لها ستوبر وهكذا بقى واكمل، وده بيكون شكلها. تعالوا بقى نشوف عملنا ايه. عملنا الطقم بتاع الورد ده حلو قوي، تمام، وعملنا الانسيال التحفة ده، بجد شكله شيك وعمر قوي في اللبس. وكمان عملنا اسورة او انسيال من النوع ده، هو انا الحقيقة مش عارفة اسمه، بس هو بجد حلو قوي في اللبس. ودي كمان الاسورة اللي عملناها، شكلها قمر قوي وسكر سكر بجد، شكلها في اللبس تشتريها بالظبط. وانا كجنات بحب السلاسل السيلفر مش الجولد، بس دي برضو كان شكلها حلو. وده كل حاجة عملناها مع بعض في فيديو النهاردة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وبحبكم جدا جدا جدا، واستنوني في الفيديوهات الجاية. وبس كده، باي.